حاسه ان انا ما عنديش طاقه ان انا اعمل اقل مجهود. تخيلي يعني حتى المجهود العادي اللي بعمله في البيت، ان انا اوضب البيت العادي كده، مش قادره اعمله. مش عارفه في ايه اللي جرالي من اول رمضان. اتفاجئت لما سمعتها من مروه اللي عندها على طول نشاط وحيويه جدا ان هي بتقول لي حاجه زي كده. قعدت ادعبس وراها لما رجعنا اللي هي بتعمله، لقيتها ان هي بتاخد وجبه الفطار وبعديها بالعافيه بتاخد مثلا فاكهه اخرها 2، وما بتستحرش كل يوم. بالنسبه لشرب الميه، شبه بتشرب ازازه واحده صغيره في اليوم كله. طبعا دول اكبر سببين يخلوها تحس بالاجهاد وتحس بالتعب وتحس ان هي ما عندهاش طاقه. اولا قللت كميه السعرات الحراريه اللي هي بتاكلها، فده طبعا يتعبنا. تاني حاجه قله شرب الميه والسوائل تخليك تحس باجهاد وتعب وتوطي الضغط بتاعك. قلت لها يا مروه احنا من النهارده هنعمل الاربع حاجات دول. اول حاجه هنفطر ولازم نصحى، وكمان هناخد السناك في النص. لازم نزود في الاكل بتاعنا حاجات هتدينا طاقه. ان السناك بتاعتنا هتبقى حاجتين، هتبقى الفاكهه ومعاها مكسرات كل يوم. مكسرات هتكون نيه، هتكون بقى حاجه لوز، ممكن تبقى عين جمل، ممكن تبقى كاجو، اي حاجه انت بتحبيها تبقى نيه هتبقى موجوده في السناك بتاعتنا. من الحاجات اللي ممكن تدينا طاقه وعلبه زبادي لازم يوميا في السحور، ده هتاخديها الى جانب السحور الاساسي. تشرب ميه كل ساعه من اول الفطار، حاولي على الاقل تشربي كوبايه مثلا 200 مللي. الحاجه والاخيره، اوعي يا مروه تعملي حاجه الا ما ترجعي لي الاول.